كتير شفنا فيديوهات عن سامسونج اس 25 الترا، وانا عن نفسي عملت فيديو عنه وخد اللي فيه النصيب. من بين كل ده جه في بالي سؤال مهم: هل محلات الجزاره دي بتبيع لحمه؟ لا مش ده، سؤال تاني. عيله اس 25 فيها 3 افراد، العادي والبلس والالترا. العادي بقى راح فين؟ يعني ما شفتش مرجات عنه ومحدش قال رايه فيه. هل هو حلو وحش يستاهل ولا تضييع وقت؟ انتوا ركزتوا على الالترا ونسيتوا الطيب ده، وانا ما ينفعش انساه، دي العيله المفضله عندي. فتعالوا النهارده نعرف كل تفاصيل السامسونج اس 25 العادي وقارنه مع اس 24 ونشوف في فرق ولا مجرد كلام. مش محتاج اقول لك ان الكاميرات فيها جلد حرفيا وكلام ما اتقالش قبل كده. فاستمتع وجهز اللايك والاشتراك، يلا نبتدي. بيقدم تجربة محترمة جدا مع المعالج الجديد سناب دراجون 8 إليت 4 جالاكسي بدقة تصنيع 3 نانومتر. وعلى تقييم انتوتو للأسف مقدم أرقام محبطة جدا، وصل 2 مليون و100 ألف نقطة، فرق عن اس 24 حوالي 400 ألف نقطة بس. الرقم ده قليل جدا مقارنة مع المنافسين بيوصلوا لحد 3 مليون نقطة. المفترض ان المعالج ده معمول مخصوص للسامسونج والناس بتقول شعر فيه، فايه بقى؟ ونازل بتردد 120 هرتز سريع والسلس في الحركة والتنقل، وخصوصا السوفت وير الجديد جميل. في الالعاب بيقدم لك تجربه محترمه جدا مع معالج الرسوميات، وتحديدا في بابجي وصل 90 فريم، ولسه هيوصلوا ل 120 في التحديثات، وهي طبعا مع تجربه صوت ستيريو محترمه جدا. ولو بصينا على الشاشه هتلاقي فرق واحد بس عن اس 24. نسبه الشاشه لجسم الموبايل من 90.9% بقت 91.1%، لكن زي بعض من نوع دايناميك ال تي بي او اموليد 2 اكس مقاس 6.2 انش، بتدعم 16 مليون لون بس، مش مليار ولا 68 مليار زي شاومي. غريبه شويه، بس للاسف ده مؤكد من موقع سامسونج الرسمي. ومع دعم الشاشه ال HDR10 بلس ونفس السطوع 2600 شمعه، ونفس طبقه الحمايه من نوع فيكتوس 2، وللاسف جوده الشاشه فول اتش دي بلس في سعره ده. تخيل، هو يعتبر نفس الشاشه القديمه بالظبط، ما فيش اي جديد. والتصميم فيه شغل واضح، هو نفسه اس 24 بس الكاميرات تحسها ورمه، والفريم مسطح بالكامل ومن الالومنيوم. الظهر ازاز وعليه حمايه من نوع جوريلا فيكتوس 2 زي الشاشه. وقللوا السمك شويه من 7.6 مللي بقى 7.2 مللي، حلو. والوزن من 167 جرام بقى 162 جرام، كويس جدا. وبيدعم نفس مقاومه المياه معيار اي بي 68، حاليا في 69 بس تقريبا ما عدتش عليهم. وبيدعم شريحتين نانو 5G واي سيم مع نظام شبكات واتصال افضل شويه، واي فاي 7 بلوتوث 5 و4 وان اف سي. النقله حصلت فعلا في السوفت وير، نزل بالواجهه الجديده One UI 7 مع اندرويد 15 و7 تحديثات رسميه، وطبعا ميزه سيركل تو سيرش المعروفه وشويه اي اي. الكلام ده اتقال كتير. كل ده مع انيميشن جميل وسرعه في الحركه والتنقل سلسه جدا، ومساعده المعالج والتردد والسوفت وير، وطبعا ميزات الاي اي افضل من الجيل القديم، بقى سلس وسريع اكتر. وما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد. الكلام ده مش هوصيك، وكفايه كده. وتعالوا نشوف الكاميرات، وهم 3 كاميرات زي الاس 24. عندك الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 10 ميجا زوم وبتدعم 3 اكس اوبتيكال مع مثبت بصري، والاخيره طبعا عارفين الالترا وايد 12 ميجا بكسل. وعشان اكون محايد وبدون تحيز هضيف معاه الايفون 16 العادي، ونبتدي تحدي القرن. ايفون افضل في الضوء والالوان، طبيعيه عن سامسونج، الالوان مايله للازرق ومشبعه زياده، وتفاصيل ايفون افضل. الاثنين يعتبروا زي بعض، بس عزل سامسونج افضل درجه من عند نضاره وتفاصيله افضل، لكن الوان ايفون افضل. ايفون افضل في التفاصيل والوضوح وتحليل الصوره، سامسونج تحس الصوره مهزوزه ومش واضحه كفايه. مع الزوم ايفون افضل وواضح جدا عكس سامسونج مش واضح كفايه. ايفون افضل في الوضوح والتفاصيل، لكن الوان سامسونج افضل. غير كده رشح ايفون. محتار جدا بين الصورتين، يعتبروا زي بعض، بس هسيبك انت تركز فيهم كويس وتقول لي الفروقات في الكومنتات. مع 10 اكس زوم سامسونج افضل في الوضوح، لكن اضاءه ايفون افضل. باين فرق كبير وتفوق لصالح سامسونج في الوضوح والتفاصيل والالوان عن ايفون. نفس الفكره، سامسونج متفوق جدا وضوح وتفاصيل عن ايفون. واضح تفوق كبير لصالح سامسونج، وضوح وتفاصيل والوان افضل كتير من الايفون. نفس الفكره، سامسونج متفوق جدا وضوح وتفاصيل والوان عن ايفون. مع الزوم واضح تفوق لصالح سامسونج في الكتابه واللوجو، ايفون مش واضح كفايه. ودايما هتلاحظ في الزوم ان سامسونج متفوق جدا عشان في كاميرا زوم طبعا، ده اكبر مثال على كلامي. هتلاحظ فرق كبير ووضوح لصالح سامسونج. نفس الفكره، سامسونج متفوق بس اللون الابيض تحسه ملسوع. في الالترا وايد تحسهم زي بعض، بس اضاءه ايفون افضل. في الزوم سامسونج افضل، واضح كفايه عن ايفون. في نايت مود سامسونج واضح كفايه عن ايفون، وافتكر دي اصعب صوره وضحت مين الافضل. هسيبك تركز في الصورتين كويس وتكتب في الكومنتات الفروقات بينهم ومين الافضل.
افضل. وكفايه صور، وتعالوا نشوف تصوير الفيديو وهو بيصور 8K لحد 30 فريم و4K لحد 60 فريم، ممتازين جدا وثابتين. بس الوان سامسونج افضل ووضوح اعلى شويه. سامسونج افضل كوضوح وتفاصيل والوان عن ايفون، يعتبروا زي بعض بس سامسونج افضل في تفاصيل الزرع والارض، واضح كفايه عن ايفون، وتفاصيل السماء افضل، والاثنين بيدعموا السينماتيك مود. ايفون افضل كوضوح وتفاصيل وعزل ممتاز في الحركه عن سامسونج. في النايت مود ايفون افضل وواضح كفايه وثابت عن سامسونج. والسيلفي لسه 12 ميجا بكسل وبتصور فيديو 4K 60 فريم. لو قارنته مع الاس 24 هتلاقيهم زي بعض، بس اس 25 واضح اكتر، تفاصيل افضل. البطاريه نفسها ما اتغيرتش، 4000 ملي امبير ونفس الشاحن 25 واط، مفيش اي جديد، ودي من اصغر واسوأ البطاريات اللي هتجربها. مش هكمل معاك وكل شويه هتحتاج تشحنه. اتوقع في اس 28 ينزلوا ببطاريه 4200 ملي امبير، وينزل بنفس الشحن اللاسلكي 15 واط والعكسي 4.5 واط، مفيش اي جديد. وينزل لك برام 12 جيجا بتردد 5333 ميجا هرتز، بس مفيش 16. مساحه التخزين من نوع يو اف اس 4 والثلاث انواع 128 جيجا و256 جيجا و512 جيجا. هل منطقي انزل بسعر عالي و128 بس؟ انت لو نزلت كام تطبيق على تصوير وفيديوز هتخلص منك، مش منطقي خالص. وكمان مش بيدعم تركيب كارت ميموري، زعلتوني جدا. وباختصار نعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. عجبني المعالج الجديد لكن ما عجبنيش تقييم انتوتو، ليه قليل جدا بين المنافسين. عجبني السوفت وير الجديد لكن ما عجبنيش الشاشه، ما قدمتش اي جديد عن اس 24. وعجبني الوزن الخفيف لكن ما عجبنيش الكاميرات. في المجمل هي حلوه وجميله، بس في سعره ده في بدائل اقوى وافضل من فيفو واوبو واونر، طبعا انت عارفهم. وما عجبنيش البطاريه ولا الشاحن، ما ينفعوش في سعره، والسعر عالي زياده. نسخه 12 مع 128 جيجا في امريكا بسعر $800، ده لو وصل عندك قول 900 ل $950، يعني محتاج تبيع كليتك عشان تجيبه. والنسخه الاعلى 256 جيجا ممكن توصل في حدود $1000. هل منطقي اشتري الموبايل ده ب $1000 على شويه ميزات بسيطه؟ ميزات ما تستاهلش اصلا لو معاك الاس 24 ولا حتى لو معاك اي موبايل من اي شركه تاني. هتحس انك خسرت كتير وما استفدتش اي حاجه. استنى على الاقل لحد الاس 30 هتحس فعلا في تطوير. وكتقييم اجمالي لا، ما تفكرش تشتريه، ولو محتاج بدل افضل بنفس سعره اكتب في تعليق وعرفك كل حاجه. ولو فكرت تشتريه خلي بالك من العيوب، المهم تركز فيها وتشوف مناسبه ليك ولا لا. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكات. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات صح وفي اقل وقت ممكن. ولازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تك في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.